السلام عليكم. وصفة النهاردة بقى من الوصفات المهمة والأساسية في الحلويات الشرقية. هنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله الزلابية أو لقمة القاضي. هنعملها النهاردة بمكونات بسيطة وكمان طريقة تحضير أسهل. وغير كده كمان هنعرف مع بعض إزاي تطلع معانا مقرمشة من بره وطرية وخفيفة وهشة جدا من جوه. والنهاردة هنقول شوية معلومات في الفيديو عن الزلابية انسي إن هي تفشل معاكي وهتطلع معاكي إن شاء الله أحسن من أي محل حلواني. يعني باختصار كده وصفة الزلابية بتاعتنا النهاردة مكوناتها بسيطة وطريقتها بسيطة وكمان قرمشة صح وتسوية مظبوطة. ما تيجوا بينا على طول نبدأ علشان نشوف المكونات وطريقة التحضير. بس قبل ما نبدأ عايزاكم تعملوا لايك للفيديو ده على طول علشان يوصل لأكبر عدد من الناس لأنه فعلا بجد يستاهل. وكمان لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش فيها اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم الإشعار بكل الوصفات الجديدة. يلا بينا نبدأ. هنسمي الله. ومعانا هنا طبق عميق هضيف فيه معايا هنا نص كيلو من الدقيق. هضيف عليه معايا هنا 3 معالق كبار من النشا. هضيف كمان معاهم 3 معالق كبار من بودرة الكاستر. معايا كمان معلقتين كبار من السكر. هضيف كمان عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ورشة كده صغيرة من ملح. والكاستر يا جماعة عموما بيدي لون حلو جدا للزلابية، ولو مش متوفر عندك ضيفي كل كمية نشا عادي جدا. هقلب بقى المكونات كده كويس مع بعض قبل ما ابدأ اضيف ليها المية. بعد ما قلبت كل المواد الجافه مع بعض هبدا اضيف ليها الميه. انا استخدمت هنا يا جماعه نص كيلو دقيق كوبايتين ميه بالظبط، معيار المج العادي. اول بقى ما نضيف الميه نقلبها بقى كويس جدا كده مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نستخدم المضرب اليدوي او كمان نستخدم ايدينا. هنعجن فيها بقى كده حوالي 10 دقايق لحد ما نوصل للقوام ده. قوامها يا جماعه بيكون معانا كده اتقل من قوام عجينه الكيك كده شويه بسيط، هتكون معانا كده بالشكل ده. في المرحله دي بقى يا جماعه نقدر نضيف الزيت. معايا هنا 3 معالق كبار من الزيت هنضيف على العجينه ونقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض. اهم حاجه هنا يا جماعه مرحله العجن، يعني كل ما نعجن العجينه بتاعتنا اكتر تطلع معانا مظبوطه اكتر. وكده بقت عجينه الزلابيه معايا جاهزه. هغطيها بقى واسيبها كده في مكان دافي تخمر كده حوالي ساعه. بعد ما غطيتها وسبتها في مكان دافي كده تختمر حوالي ساعه، ده كده هيكون شكلها. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله. هنشيل بقى الاستريتش اللي عليها ونبدا بقى نفرغ منها الهواء. لازم يا جماعه نفرغ منها الهواء كويس جدا قبل ما نبدا نقليها في الزيت. معانا بقى هنا طاسه على النار فيها كده كميه كويسه من الزيت. طريقة تشكيل كرات الزلابية يا جماعة ليها كذا طريقة. ممكن نستخدم ايدينا او كمان ممكن نستخدم قمع حلواني زي ما انا استخدمت كده النهاردة. وقبل ما نبدأ نقلي الزلابية يا جماعة لازم نكون مسخنين الزيت بتاعنا كويس جدا. واول ما نبدأ نحط كرات الزلابية نهدي عليه، وكمان ما نحاولش نكتر من كرات الزلابية في الزيت علشان نقدر نقلبها بكل سهولة وكمان كلها تاخد لون واحد زي بعض. وعلشان الزلابية يا جماعة تطلع معانا مقرمشة من بره وكمان هشة وخفيفة من جوه هنقليها نص قلية. يعني اول ما تاخد لون ذهبي بسيط بالشكل ده هنبدأ نطلعها من الزيت ونسيبها لحد ما تبرد تماما ونرجع نقليها مرة كمان. وعلشان تطلع معايا مدورة وكلها مقاس واحد بالشكل ده استخدمت اصغر معلقة في الاكواب المعيارية. واول ما تبدأ تاخد معايا لون ذهبي بسيط بالشكل ده هبدأ اطلعها كده من الزيت واسيبها تبرد تماما عشان ابدأ اقليها مرة تانية. بجد يا جماعة ما شاء الله على قد ما هي سهلة وبسيطة بس النتيجة فعلا ممتازة. هخلص بقى كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة وارجع لكم. وده كده هيكون شكل الزلابية معايا بعد ما خلصت كل كمية. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله، وكمان نص كيلو دي عمل معايا كمية حلوة جدا. الخطوة بقى اللي بعد كده ان احنا هنبدأ نقلي الزلابية بتاعتنا مرة كمان، بس المهم ان احنا نكون سيبناها بردت تماما. وطبعا قبل ما نحطها في الزيت هنسخن الزيت بتاعنا كويس جدا، وبعد كده اول ما نحط الزلابية نهدي عليها ونبدأ بقى نقلب فيها كده تقليب مستمر لحد ما اهم حاجة يا جماعة في المرحلة دي ان احنا نبدأ نقلب فيها بالشكل ده علشان كلها تاخد لون زي بعض. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله واخدة لون ذهبي وجميل جدا. وشربات الزرابة يا جماعة عموما بيكون تقيل وبارد وعملناه قبل كده كتير في كذا فيديو. نقوله برضو بسرعة كده مع بعض. هو عموما كوبايتين من سكر عليهم كوباية ونص مية. هضيف عليهم عصير نص ليمونة وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وبدون تقليب خالص هناخده مباشرة على النار. واول ما يبدأ يغلي معايا هدي عليه النار كده لحد 12 دقيقة. بعد كده نطفي عليه النار ونسيبه يبرد معانا تماما. واهم حاجة هنا يا جماعة قبل ما نبدأ نشكل كرات الزلابية ونحطها في الزيت لازم نخرج الهواء كويس جدا جدا من العجينة
علشان الزلابية ما تفرقعش مننا في الزيت، وكمان ما تعملش مننا اشكال فضائية، وكمان علشان تطلع معانا كلها مدورة بالشكل ده وكيوت وعسل زي كده. هنسيبها بقى كده في الشربات بتاعنا حوالي دقيقتين 3، وبعد كده نبدأ نصفيها. طبعا الزلابية ليها كذا طريقة ان احنا نقدمها بيها، يعني ممكن نزينها بالشوكولاتة او كمان بسكر البودرة او كمان بمكسرات الموجودة عندنا واللي بنحبه، ممكن نقدر نزين بيه الزلابية بتاعتنا. والله يا جماعة بجد مش قادرة اوصف لكم هي قد ايه كانت طالعة معايا حلوة جدا جدا، وكانت مقرمشة من بره وطرية وخفيفة وهشة جدا من جوه. وده دليل ان العجينة بتاعتنا النهاردة ناجحة جدا، وكمان المقادير مظبوطة جدا جدا. يعني باختصار كده وصفة الزلابية بتاعتنا النهاردة قرمشة صح وكمان تسوية مظبوطة، وعلى قد ما هي مكوناتها بسيطة وكمان طريقة تحضيرها بسيطة، بس تعتبر وصفة مهمة وأساسية من وصفات الحلويات الشرقية. يلا بقى بسرعة جربوا وصفة الزلابية القمر بتاعتنا النهاردة دي بنفس الطريقة ونفس الخطوات، وإن شاء الله تطلع معاكم ناجحة من أول مرة. هسيب لكم مقادير وصفة النهاردة كلها مكتوبة في الوصف تحت الفيديو، وبالهنا والشفا مقدما لكل هيجربها. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة معاكم. أتمنى بجد فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده على طول عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، لانه فعلا بجد بجد يستاهل. وكمان لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حلوين.